عندك مقابلة في السفارة الأمريكية، إزاي تجهّز نفسك بسهولة جدًا، وإزاي تكون عامل حسابك إن أنت رايح مقابلة بتعتمد على الكلام وبتعتمد على الinterview بتاعك. النهارده باقول لك حاجة بسيطة جدًا، ذاكر واحفظ كل أسئلة السفارة اللي متوقعة والغير متوقعة. لو شُفت فيديوهات كتير جدًا بيقول لك كشف الحساب بتاعك لازم يكون فيه أرقام كبيرة، خلّيني أقول لك إن الكلام ده مش صح، علشان السفارة بنسبة 90% ما بتبُصّش على كشف الحساب. السفارة بتعتمد على مقابلة زي ما تكون داخل تقدم على وظيفة وانتوا اكتر من شخص، وبيقبلوا الشخص ده وبيرفضوا الشخص ده ليه؟ علشان ده كان بيجاوب وهو واثق من نفسه، وهو بيجاوب اجابات صحيحة وواضحة، وما بيحاولش يعقد الامور على نفسه بتفاصيل اصلا هي مش مهمة بالنسبة للسفارة. السفارة ما بتركزش على الاوراق قد ما بتركز على المقابلة بتاعتك وعلى الاجابات بتاعتك لو هي مرتبة وبتجاوب بشكل بسيط وواضح. كل ما كنت واضح كل ما كانت فرصتك في القبول احسن.